شوربة العدس لو اتعملت صح من البداية بتطلع طعمها تحفة. تعالوا في فيديو النهاردة إن شاء الله نعملها مع بعض ونملى البيت دفا بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات مغذية تدفينا في الجو ده. أنا عبير لو أول مرة تشوفوني. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. وما تنسوش فضلا تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. بسم الله. في حلة على النار هضيف حوالي معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة من السمنة، وهحتاج بصلتين صغيرين، ممكن تستخدمي بصلة كبيرة، وجزرتين صغيرين، وبطاطسية صغيرة، وفصين كبار من الثوم متقطعين بالشكل ده. وأول ما الزيت والسمنة يسخنوا هنزل بالبصل، والبصل قطعيه عشوائي زي ما تحبي، كده كده هيتفرم مع الشوربة. وأول ما يدبل شوية هنزل بالثوم وأقلبهم مع بعض. وأول ما الثوم ريحته الجميلة تطلع هنزل بالجزر وأقلبهم مع بعض يا دوب تقلبتين تلاتة. وأضيف البطاطساية وأقلبها تقلبتين، وانزل بطماطميتين متوسطين مقطعاهم زي ما انتوا شايفين، واقلب المكونات مع بعض. واضيف كوباية وربع من العدس الاصفر المغسول، ما يعادل ربع كيلو من العدس، واقلبهم واشوح الكلام ده كله مع بعض كويس. واول ما العدس لونه يبتدي يتغير زي ما انتوا شايفين هضيف عليه مية سخنة او مية عادية او شوربة المتاح عندك اعملي بيه. وما تقلقوش كمية المية مش زيادة ولا حاجة، اصلا لسه هيستوي والمية هتتبخر وهتقل جدا. هغطيه واسيبه يستوي. شايفين المية قلت جدا. هنشوف الخضار استوى ولا لسه. الخضار خلاص استوى. هطفي عليه النار واسيبه يبرد، وبعدين هضربه في الخلاط، وممكن تضربيه بالهاند بلندر. وبعد ما العدس برد وضربته في الخلاط هنشوف الخطوة اللي بعد كده. في حلة على النار هضيف حوالي معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة. أول ما يسخنوا هنزل بربع كوباية من الشعرية وأقلبها لغاية ما تاخد اللون الذهبي ده. واضيف معلقة صغيرة من الثوم المفروم واقلبها، واول ما تاخد لون ذهبي خفيف وريحتها تطلع هضيف نص معلقه صغيره خالص من الكزبره الجافه، وربع معلقه صغيره من الكمون، وربع معلقه صغيره من الكركم. وعلشان ناخد فايده الكركم هنضيف رشه صغيره من الفلفل الاسود. هقلب الكلام ده مع بعض. وجربوا تضيفوا التوابل تسخن مع الشعريه والثوم، بتفرق جدا في الطعم. هقلب يا دوب تقلبتين واضيف العدس، وهزود شويه ميه، والقوام طبعا يرجع ليكم لو عايزينه خفيف او تقيل زي ما تحبوا. وهضيف معلقة ونص صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة بودرة مرق الدجاج اختياري. هقلبهم مع بعض، وهقلبها من وقت للتاني علشان الشعرية ما تتكتلش في قاع الحلة، واغطيها واسيب الشعرية تستوي. وده شكل وقوام الشوربة بعد ما الشعرية استوت. كده جاهزة معايا، هنزلها من على النار. غرفتها في طبق التقديم. قدموها زي ما تحبوا، تاكلوها بالمعلقة او بالعيش اللي يريحكم خالص. طعمها تحفة ومغذية جدا وبتدفي في الجو ده. انا بقى بحبها سبايسي، هضيف عليها رشة من الشطة، وبحب اكلها مع العيش. قولولي في الكومنتات مين زيي بيحبها كده. اتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم. وجربوا تشوحوا العدس مع الخضار الاول، بتفرق جدا في الطعم. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا. هستنى ان شاء الله كومنتاتكم اللي بتسعدني. وفضلا لو عجبتكم وصفتنا النهاردة تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن، والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه علشان يوصلكم إشعار بكل وصفاتنا الجاية بإذن الله. كان معاكم عبير. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.